المغرب العز بين الأمم. جنون الأخضر تونس للتاريخ. أقل من شهر يفصلنا عن الحدث الأضخم بكوكب الأرض، مونديال 2026. لأول مرة راح نشوف 48 منتخب بهي النسخة، بس الأهم إنه هي الفرصة الأكبر للمنتخبات العربية لفرض كلمتها. بس السؤال، ممكن نكرر إنجاز المغرب 2022 ولا المفاجآت رح تجي من أسماء ما توقعناها؟ فيديو اليوم رح نحلل بالورقة والقلم حظوظ 8 منتخبات شايلة آمال ملايين العرب. يا هلا فيكم يا شباب، معكم أدهم. اليوم حلقتنا جدا خاصة ومرتقبة. طيب شهر 6 صار على الأبواب وكل العالم عم تسأل مين المنتخبات اللي قادرة تتجاوز دور المجموعات؟ النظام الجديد لهي البطولة بدل كل الحسابات، لخبطة والمواجهات رح تكون أصعب مما نتخيل. تعالوا نشوف حظوظ منتخباتنا العربية بكأس العالم ونعطي كل منتخب حقه من التحليل الفني ونشوف مين وقع بمجموعة الموت ومين طريقه أسهل. ويلا على التفاصيل. المنتخب المغربي بصراحة وبدون مجاملة، المغرب يدخل كأس العالم كأقوى منتخب عربي، بس شو السبب؟ طبعا وصوله لنصف نهائي 2022 بيعتبر إنجاز، بس السبب الرئيسي والأهم هو الحفاظ على المستوى والاستقرار. يا جماعة بنحكي عن منتخب تصنيفه الثامن عالميا، بنتفوق على ألمانيا وبلجيكا وكثير منتخبات كبيرة، وعربيا تصنيفه الأول. طبعا أكيد ما رح ننسى أبرز نجوم المنتخب المغربي، ياسين بونو، أشرف حكيمي، إبراهيم دياز. يعني بالمختصر المفيد المنتخب المغربي عنده هوية واضحة. المنتخب المغربي بيتميز بالتنظيم الدفاعي، السرعة بالمرتدات، الانضباط والتكتيك القوي. المنتخب المغربي يوقع بمجموعة بتضم البرازيل، اسكتلندا وهايتي. مجموعة على الورق سهلة، يعني العقبة الوحيدة أمام المغرب هي البرازيل. بس لحظة، في فرق كبير بين المغرب 2022 و2026. شو الفرق؟ ايوه تعالوا اقول لكم شو الفرق. المنتخب المغربي ب 2022 دخل البطوله من غير ضغط وغير مرشح للفوز، بس ب 2026 غير، بعد الاداء الخرافي اللي قدمه بمونديال قطر كل انظار العالم رح تتوجه للمنتخب المغربي ورح يتعامل معه كانه منتخب قوي ومرشح. برايي تاهل المغرب عن هي المجموعه مساله ما فيها نقاش، المنافسه رح تكون على صداره المجموعه مع البرازيل. خليك واثق باسود الاطلس. لا تنسى تشترك بالقناه، محتوانا كثير مهم ورائع، بنحكي عن دوري ابطال اوروبا، عن مباريات كاس العالم، وبنحكي عن كثير شغلات حلوه. لهيك اشترك بالقناه وفعل جرس التنبيهات ليوصلك اشعار بالفيديو اول ما ينزل على اليوتيوب، وما تنسانا من اللايك في حال عجبك الفيديو. المنتخب السعودي صاحب انجاز الفوز على الارجنتين، اكثر منتخب مشاركه بكاس العالم بعد المغرب، منتخب عنده خبره بكاس العالم، واهم انجاز له كان الوصول للدور 16 بمونديال 1994. يعتبر من اقوى المنتخبات عربيا واسيويا، باخر تصنيف للفيفا احتل المركز 61 عالميا والسابع عربيا. مجموعه السعوديه مش سهله ابدا، وجود الاوروغواي واسبانيا بيحدوا من فرصه التاهل. ممكن تكون الفرصه الاكبر للمنتخب السعودي للمنافسه على احد افضل الثوالث، بس بشرط يقدم مباريات قويه امام اسبانيا والاوروغواي، بيلعب على فارق الاهداف. اي خساره بنتيجه عريضه للمنتخب السعودي رح يفقد الامل رسميا. لازم يستغل المباراه الافتتاحيه امام الاوروغواي ويحقق نتيجه ايجابيه بالتوفيق للاخضر السعودي. المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش، مصر بالترتيب 29 عالميا والثالث عربيا. مجموعة المنتخب المصري بتضم إيران، بلجيكا، نيوزيلندا. خلينا نتفق على شغله، مفتاح العبور من هي المجموعة هي الفوز على إيران. إذا سلمنا جدلا إنه بلجيكا راح تتصدر هي المجموعة، فالمنافسة راح تكون بين إيران ومصر على المركز الثاني. نيوزيلندا على الورق هي أضعف فرق المجموعة. إذا استطاع المنتخب المصري الفوز على إيران والتعادل مع بلجيكا، ممكن تكون فرصة تأهل كبير، وممكن نشوف المنتخب المصري لأول مرة بالتاريخ بالدور الثاني. بالتوفيق للفراعنة بمونديال 2026. المنتخب القطري بالمركز 55 عالميا والخامس عربيا، ابرز نجومه المعز علي واكرم عفيف. قطر مستضيفه اخر نسخه من كاس العالم 2022 رغم الانتقادات اللي تعرض لها المنتخب القطري بالنسخه الماضيه، الا انه بهي النسخه قادر يقدم لنا مباريات اقوى. يا جماعه خلينا نتفق على شغله، ما ننسى انه المنتخب القطري هو بطل اسيا مرتين على التوالي، المنافسه صعبه للمنتخب القطري على التاهل من هي المجموعه، خصوصا بوجود كندا وسويسرا، ما في مستحيل كره قدم. لهيك ممكن نشوف المنتخب القطري عم يتاهل كافضل الثوالث. بتمنى نشوف المنتخب القطري بالدور الثاني. المنتخب التونسي منتخب منظم بيعتمد على اسلوب اللعب الجماعي، منتخب صعب وقادر يحقق نتائج جيده، وهالشيء شفناه بفوزه على فرنسا بكاس العالم بقطر. طيب مثل ما اتفقنا المنتخب التونسي منتخب صعب وقوي وبيتميز بالانضباط التكتيكي، بس المشكله وين؟ المشكله حرفيا بالحلول الهجوميه. يعني على مستوى الدفاع والوسط ممكن يقدم لك مباراه عالميه، بس من الناحيه الهجوميه ممكن يلاقي صعوبه بالتسجيل. المنتخب التونسي بالمركز 44 عالميا والرابع عربيا. مجموعه تونس بتضم منتخبات هولندا، اليابان، السويد. بصراحه مجموعه صعبه جدا على الورق، بس بالملعب كل شيء وارد، خصوصا انه اخر مواجهه راح تكون مع هولندا المرشح الاول للصداره. يعني في حال الفوز على السويد او اليابان او بالعكس، ممكن نشوف تونس عم تخطف البطاقه الثانيه عن هي المجموعه، او باقل تقدير ممكن تكون احد افضل الثوالث تتاهل عن هي المجموعه بالتوفيق لنسور قرطاج. منتخب الجزائر بقياده رياض محرز يعود الى كاس العالم بعد غياب عن اخر نسختين. محاربو الصحراء بالمركز 28 عالميا والثاني عربيا. بهي المجموعه عندنا منتخبين عربيين للاسف، الجزائر والاردن، بالاضافه لميسي الارجنتين والنمسا. طيب ممكن نشوف الجزائر عم تكرر انجاز السعوديه وتفوز على الارجنتين؟ إيه ليش لا؟ بس على الورق الارجنتين هي المرشح للصداره، والمنافسه راح تكون بين الاردن والجزائر على المركز الثاني او الثالث بهي المجموعه. في ناس بتشوف هي المجموعه سهله على الجزائر، بس بالعكس هي المجموعه صعبه يا جماعه، بوجود منتخب عنيد مثل منتخب النمسا ممكن يلخبط لك الاوراق. لهيك ممكن نشوف الجزائر او الاردن عم يغادروا من المجموعه. بالتوفيق لمحاربي الصحراء،
وبتمنى نشوف المنتخبين العربيين بالدور الثاني. وصيف كأس آسيا 2023 منتخب الأردن يصل المونديال لأول مرة بتاريخه. طبعا خلينا نتفق انه هذا بحد ذاته يعتبر انجاز للنشامه. ايوه، شو تصنيف الاردن عالميا وعربيا؟ الاردن بالمركز 63 عالميا والثامن عربيا. بصراحه المهمه صعبه جدا للنشامه، خصوصا بمجموعه بتضم الارجنتين، الجزائر، والنمسا، رغم تطور المنتخب الاردني وامتلاك لاعبين مثل موسى التعمري ويزن العماد. بس بكاس العالم الامر مختلف. كأس العالم بيطلب خبرة كبيرة. شو رأيكم؟ ممكن يكون المنتخب الأردني الحصان الأسود والمفاجأة بهي البطولة؟ العراق بعد 40 عام من غياب عن كأس العالم رجعوا بقوة. أسود الرافدين مجموعة معقدة بتضم النرويج، فرنسا، السنغال. حسب تصنيف الفيفا احتل المركز 57 عالميا والسادس عربيا. والمنتخب العراقي بيعتبر من أكثر المنتخبات العربية شعبية وحماس جماهيري. طيب السؤال، من هي المجموعة شو فرصة العراق بالتأهل؟ بصراحة خلينا نكون واقعيين، الفرصة كثير ضعيفة. خلينا نعتبر فرنسا بطابق وباقي منتخبات المجموعة بطابق، يعني المنافسة راح تكون مع النرويج والسنغال. من وجهة نظري الأفضل للعراق يلعب على المركز الثالث، وبالنهاية التوفيق من عند الله. واخيرا نحن امام 8 منتخبات، 8 قصص تحمل احلام ملايين العرب. من سيمضي بعيدا؟ هل يكرر المغرب الانجاز ام تفجر منتخبات اخرى المفاجاه؟ شاركنا رايك بالتعليقات. من هو المنتخب العربي الذي سيذهب لابعد نقطه في كاس العالم 2026؟ ارفعوا الاعلام، شجعوا بحراره، المونديال عربي بامتياز.